صباح الخير، عاملين ايه؟ التنمر اصعب حاجه ممكن يواجهها الشخص من الاشخاص اللي حواليه، وده سؤال حلقتنا النهارده. ازاي نواجه التنمر؟ اول حاجه يكون مقتنع تماما ان الشخص اللي بيتنمر ده بيكون عنده حاله من حالات النقص. هو مش بيتنمر عليك عشان فيك مشكله او فيك حاجه او كده، بالعكس ممكن يكون شايفك احسن منه وعايز يبقى زيك ومش عارف، فبيبدا يشدك لنفس النقطه اللي هو فيها، وده غلط. تاني حاجه، ربنا قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. يعني ايه؟ يعني ايا كان شكلك ايه فدي احسن صوره ربنا اختارها ليك. وزي طبعا ما اي حاجه لها سلبيات اكيد لها ايجابيات. ايجابيات التنمر ان انت بتقعد مع نفسك وبتعمل اعاده تاهيل لنفسك، تشوف ايه الغلط وتصلحه، الحاجات اللي عندك المفروض تظبطها من حيث الشخصيه طبعا. دي بالنسبه للحاجه دي. نرجع بقى لسؤال حلقتنا، ازاي نواجه التنمر؟ اول حاجه، تجاهل اي كلام سلبي ممكن يجيلك، ما تركزش مع كلام اي حد، ما تهلكش وقت في ان انت تكلم حد مش ذو علم او كده، فلا تجادل الاحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما. دي بالنسبه لاول حاجه. وتاني حاجه عايز اقولها لك، انت شخص جميل وقلبك جميل على فكره، وفيك حاجات كتير حلوه، سواء في شكلك سواء في شخصيتك، بس قله ثقتك في نفسك هي اللي بتغطي على كل الكلام ده. بس وعايز اقول لك في نهايه كلامي، سيبك من كلام الناس عشان مش هنوبك منه غير حيره ووجع الراس. ثق في نفسك، ثق في مراتك، وصدق حلمك وعيشها بايجابيه. كان معكم يوسف مهدي من برنامج عيشها بايجابيه.